السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. يلا بينا نبدأ كلامنا. دلوقتي انت واحد قدمت على شقتك، جريت ووقفت في الطابور الطويل العريض اللي بيبقى زحمة وموت وبيخلي الناس كلها تطلع عن شعورها عشان تاخد كراسة الشروط، وشفت الدنيا رايحة فين وجاية منين، وقدمت على النت وشفت التفاصيل واللي الكلام ده كله. دفعت جدية الحجز، عديت الفترة بتاعت التصفيات او الحاجات اللي هما بيعملوها دي عشان يشوفوا مين الانسب. دخلت في مرحلة مهمة جدا 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 اللي هي مرحلة المستعلم. حط تحت المستعلم ده بقى خطوط كتير قوي قوي قوي. هو مين المستعلم ده؟ المستعلم ده الشخص اللي هيجيلك بيتك وهيجيلك المكان اللي انت بتشتغل فيه عشان يتأكد من صحة المعلومات اللي انت كاتبها. بمعنى انا واحد مثلا مقدم ان انا بشتغل في شركة معينة اسمها سين، تمام؟ طيب انا ايه يثبت لي ان انت مقدم في الشركة دي؟ ما انت ممكن تكون ضارب لي اي ورقة من اي مكان. المستعلم ده بقى وظيفته ان هو يجي لك الشركة اللي انت بتتكلم عنها دي ويتأكد فعلا ان انت الموظف ده اللي شغال في الشركة دي، تمام؟ طيب هتأكد ان انت شغال في الشركة دي فعلا، وهتأكد ان ده الراتب اللي انت بتقبضه فعلا، وان انت راجل صادق جدا في كلامك. هل كده خلصت؟ لسه ما خلصتش. لازم يجيلك البيت. طب هيجيلي البيت يعمل لي ايه؟ طب ما انا يعني انا مش فاضيله. لا معلش، افضلوا اليوم ده. يعني الخطوة بتاعة المستعلم دي خطوة مهمة جدا جدا جدا، بيتوقف عليها حاجات كتيرة قوي 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 قوي، يعني ممكن بسببها اصلا تخسر شقتك. المستعلم ده لازم يجيلك شقتك اللي هي بتكون قانون جديد. بتكون قانون جديد. ليه؟ لان انت المفروض واحد من ضمن الحاجزين. من الشروط ان انت ما يبقاش عندك اي حاجة تمليك، ولا انت ولا زوجتك، ولا انت ولا زوجتك. فانت لما المستعلم يشرف ويجيلك بيتك كده ان شاء الله، وانت بتقدم له كوبايه الشاي، العشم ما ياخدكش قوي وتقول له اسكت، ده انا الحاج الله يرحمه بعد ما مات ساب لي شقه، والحاج حمايه لما جه يموت ساب لمراتي شقه، وعندنا مش عارف ايه وحته ارض. اسكت، ده انا زرعت حته الارض. وتعيش بقى في الدور بقى ان انت بتكلم ابن خالتك وتحكي له عن تفاصيلك اللي رايحه واللي جاي. اوعى اوعى تعمل حاجه زي كده. اوعى. معلش، اصل هو مش قريبك عشان يخاف على مصلحتك. مسافة ما هتقوله كده اعرف ان بس ورقك اترفض وكل سنة وانت طيب. هو اصلا اساسي بالنسبة لك ان هو ما يعرفش عنك حاجة، ما يعرفش ان انت ملكك حاجة. هتقولي لا انا كنت راجل صادق جدا وانا جاي اقدم، فعلا ما كانش حيلتي حاجة وما كانش عندي اي ممتلكات، بس شاء القدر ان خلال الفترة بتاعتهم دي اللي هما بيظبطوا فيها الورق ويشوفوا مين اللي هيتقبل ومين اللي هيترفض، حصل عندي حالة وفاة وورثت. خلاص انت ورثت يا سيدي، ربنا يبارك لك في اللي جالك، واسكت. اسكت. المستعلم لما يجيلك بلاش العشم الزايد ده، وما تجيبش كل اللي في قلبك قوي. هو والله يخلي الكلام الإجابة على قد السؤال. حضرتك ساكن في المكان ده؟ اه ساكن في المكان ده. العقد؟ اه يا فندم عقد الإيجار اهو. المدة مثلا سنة، المدة سنتين، المدة 3 سنين. ايه ده انت مأجر مثلا بكام؟ لان في مستعلمين بيبقوا العشم قاتلهم زيادة. مأجر بكام؟ ده انا مأجر بكذا وكنت دافع المقدم مثلا بتاعه شهرين ومش عارف قصص والحواديت دي، فاهم؟ لكن ان انت تيجي تقوله ده انا حصل عندي حالة وفاة ورثت وخدت شقة، او ده بيت اهلي وليا فيه شقة. اسكت. اسكت. المستعلم هيقعد قدامك ساكت وهيبصلك كده، وهيديك بقى الامان خالص ان هو حد ملاك بالنسبة لك، وهياخد كل معلوماتك ورقة وقلم ويكتبها ويطلع بيهم على البنك. تم الرفض يا فندم. طب ليه احط لساني الجميل في بقي الجميل وما اقولوش اي معلومات عني غير اللي هو عايز يعرفها؟ اللي هو عايز يعرفها اللي هي ايه؟ اللي انا مقدمها. انا شغال في المكان الفلاني، مفردات مرتبي كذا، شغال بعقد مثلا قد كده لو انا قطاع خاص، لو قطاع عام مثلا شغال في المكان الفلاني. انا لا املك اي ممتلكات، ولا انا ولا زوجتي. حضرتك لو ما عندكش اي تمليك وزوجتك عندها، كده الشقة برضو للأسف راحت عليك. طب ليه؟ ليه؟ لا بس كده انا ولا هجيب سيرتي ولا سيرة زوجتي في اي ممتلكات خالص. نحن لا نملك اي وحدات يا فندم بالدولة، سواء قطاع خاص او قطاع عام، سواء من الدولة او من الورثة او من اي حاجة، ولا اي حاجة خالص. احنا كلنا على باب الله.
اسمع مني عشان تعرف تستفيد بيهم. المستعلم ممكن تديله اللي فيه نصيب وزيادة ويقوم رزعك التقرير التمام وراحت عليك الشقة. اوعى تفكر ان ال200 جنيه اللي انت هتديهم له دول كده انت ضمنت بيهم شقتك، لا. اللي تضمن بيه شقتك هو لسانك بس. وانت كمان حتى لو مش هتتكلم وانت قاعد والمستعلم عندك في شقتك، بلاش العشم يقتلك قوي ان انت تحسسه ان ايه ده البيت بيت ابونا بقى، وان ده فلان فوق وفلان تحت. فمن هنا المستعلم هيعمل لك فيها فلوطه ويستنتج ويعيش في الدور ان ده اكيد دي شقته، ده هو بيعمل كذا وبيعمل كذا. لا، خلي دنيتك رسمي قوي قوي يا جماعه. ده مستعلم راجل جاي من الحكومه، جاي ياخد تفاصيل 1 2 3، ما تقولوش اكتر من ال1 2 3. بعد لما يمشي بالسلامة خلاص بقى برطع براحتك في بيتك واعمل اللي تعمله. انا بتكلم معاكم زي ما احنا متفقين كده، احنا قناتنا اسمها المصطبة، انا بتكلم معاكم على المصطبة خوفا على مصلحتكم. المستعلم لو عرف كلمة غير اللي انا بقولها كده انت شقتك راحت، الحاجة اللي انت بتسعى لها راحت. طب ليه؟ انا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجة. فاخلي بالي من لساني والكلام اللي بيطلع من لساني واللي بيطلع من بقي عشان ما ارجعش بعد كده اندم عليه. وفي حاجة كمان، مستعلم جه عرف التفاصيل اللي هو عاوز يعرفها وعرف المعلومات اللي هو عاوز يعرفها، مسافة ما المستعلم مشي انا ما غيرش معلومة تاني نهائي نهائي. ليه ما غيرش معلومة؟ طب افرض اي طوارئ حصلت يمين ولا شمال، لا معلش، طالما المستعلم جالك ومشي من عندك وخد التفاصيل اللي هو عاوزها بلاش تغير اي معلومة تاني. ليه بقى يا سيدي؟ انت لو الضمير قتلك قوي ورحت غيرت اي معلومة عنك هيقوموا منزلين لك استعلام من الاول تاني، وعد بقى وقت تاني وحليني بقى، فاهم؟ ويا عالم بقى اللي هيجيلك ده هيبقى برضو راجل تمام ولا راجل برضو هيوقعك في الكلام ولا ايه هيتم ولا كلام منه. لا، انت خليك على الحياد. انا لا املك اي ممتلكات، انا مش عندي اي حاجة، ولا انا ولا زوجتي ما عندناش ممتلكات. انا اسم الحاجز فلان الفلاني، زوجتي اسمها فلانة الفلانية، عندي اولاد 1 2 3، بشتغل في الشركة الفلانية، قبضي كذا، عقدي مثلا في الشركة كذا، قاعد قانون جديد مثلا في المكان الفلاني، عنواني كذا 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 كذا، العقد بتاعي مدته كذا، بعدها مثلا خلاص كده هبقى في الشارع. وعلى هذا الاساس انت افدت المستعلم بالحاجة اللي هو جاي يعرفها. غير كده او اكتر من كده ما تقولوش حاجة يا جماعة. احنا يعني ساعات بيبقى فينا طيبة بالزيادة، يعني العشم بيبقى قاتلنا، بنقول كلام مش المفروض نقوله. لا معلش، نخلي الكلام ده نبقى نحكي فيه مع اخونا في التليفون او مع اختنا في التليفون او في قعدة عشم كده واحنا سهرانين مع بعض قريب في بعضينا. لكن المستعلم مش حد قريبك، هو مش ابن خالتك عشان تحكي له تفاصيلك وان انت ورثت ايه او عندك ايه او حوشت ايه واشتريت ايه او اي كلمة هيعرفها منك هياخدها ضدك وهيضيع عليك شقتك اللي انت عشت تحلم بيها. عدوا مرحلة الاستعلام على خير واستلموا شققكم على خير وعيشوا وتهنوا بيهم، وان شاء الله ان شاء الله كلكم تستلموا بألف خير يا رب بأمر الله، وتتهنوا في شققكم وتشوفوا فيها الخير كله. وهعيد لكم تاني اللي بقوله في كل فيديو، ما تسمعوش لأي حد يقول لكم ان انتوا بيتنصب عليكم، انتوا مش بيتنصب عليكم. آجلا عاجلا هتستلموا شققكم، آجلا عاجلا هتستلموا شققكم. وما تسمعوش لأي حد يقول لكم ما تقدموش على شقق الإسكان. شقق الإسكان لو أنا مش قدامي غيرها، الجملة اللي بقولها في كل فيديو، لو أنا مش قدامي غيرها أو مش قدامي أي سبيل تاني من القانون الجديد أقدم على شقق الإسكان. رحت جيت أنا بدفع في ملكي، رحت جيت أنا مش خسران، رحت جيت شقتي سعرها بيزيد، انا كسبان مش خسران. انا كده كده واحد بدفع في قانون جديد، اللي بدفعه في القانون الجديد هدفعه في الشقه اللي انا هاخدها من الاسكان والاسم اللي انا بدفع في ملكي. بسيطه بسيطه جدا ومفيش ابسط منها كمان. لكن العقل ما بيقولش ان انا افضل اكوع كل شهر وادفع كل شهر في حاجه مش بتاعتي. طب ليه؟ لا، ادفع في ملكي وعلى الاقل دي في الاول وفي الاخر بتاعتي انا وولادي بس. تستلموا على خير وتتهنوا في شققكم يا رب، وتابعوني دايما كده ان شاء الله هقول لكم حاجات كتير جديده جدا ومعلومات كلها هتفيدكم بامر الله. باي باي.